السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. طليت عليكم اليوم بغريبية مشقة مبسة وقد ما تقعد تبقى طرية، مقادير جد مضبوطة بالكيل وبالميزان. كاين اللي يحب الكيل راني جبت لكم بالكيل، واللي يحب الميزان راني ثاني جبت لكم بالميزان. المقادير كامل من الاول حتى للفرينة. نقسمها معكم حبة وتشوفوها كيفاش راهي مبسة تذوب في الفم. وقبل ما نبداو الوصفة وطريقة التحضير ما تنساونيش حبيباتي بتشجيعاتكم وبدعمكم. خليوا لي جام، يعني ما تدي منكم لا جهد لا وقت، يعني ضغطة إصبع. إن شاء الله ما تبخلونيش بها، فضلا وليس أمرا. نصلي ونسلم على سيدنا محمد ونبداو بسم الله على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. اول حاجه لهنا لاصحاب الكيل اللي يحبوا بالكيل، انا الكيله نتاعي راني خيرتها تحبس عند هذاك الخط، وانتم اي كيله حبيتوا تخدموا بها خدموا بها، سواء كانت صغيره ولا كبيره، ولا تحبوا الكاس قد تحمروه. انا خيرت كي ذوبت السمن وجاني ثم درت كيف السكر وكيف الزيت. وبالميزان عندنا 125 غرام زيت، 125 غرام سمن، و125 غرام سكر. وشيلي البنات السكر سواء في الكيل ولا في الميزان اخبطوا مليح. في الميزان هاي باينه، راكم توزنوا، هاي باينه 125 غرام لكل مكون. اما بالكيل الكيله نتاعكم لازم تخبطوها مليح. كي تعمري اخبطي. انا الكاس ثم باش وصل سكر انا قاعد نخبط فيه، كل ما يهبط نزيد له شويه سكر حتى نحبس تولي الخط كيما الزيت وكيما السمن. حطيت 125 غرام ولا الكاس غير ربع تاع السمن اللي كان ذايب وبارد مليح، ونزيد كيفو 125 غرام زيت ولا ثاني كاس غير ربع، و125 غرام سكر اللي هي كاس ثاني غير ربع. الكاس راه تاع 200 مليلتر اللي خدمت بهم انت، قلت لكم اي كيله حبيتي تخدمي بها وبالميزان ما يهمش. ثاني حبيتي ديري 250 ديري 250 غرام سمن ذايبه وبارده، و250 غرام زيت، و250 غرام سكر. ان شاء الله تكونوا تفهمنا في هذه النقطه. حطيت الزيت، السمن والسكر والرشه تاع الملح، حطيتهم خلطتهم مليح بالباتور كما تقدري تخلطيهم بالفوي. المهم باش يمتزجوا المكونات مليح وما يتصفاليش الزيت. هذا مكان بالباتور راه ما يديش الوقت، ثواني وانت خلطتيهم. شوفوا لهنا راني كملت بالباتور. بالفوي قلت لكم ثاني ما تديش يعني الوقت بزاف. ومن بعدها نبدا نضيف الفرينه مع المغرف صغيره خميره كيميائيه. دوك ثاني نضبط لكم كميه الفرينه. راني ضفت الكاس الاول مش وين حبست الكيله، راني درت كاس قد. ودوك نقول لكم قداش تدي بالميزان. راني حطيت 2 كيسان الاولين تاع الفرينه مع مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه، راني موجده ليه الكاس الثالث. نبدا ندخل هذيك الفرينه في الخليط مليح، وكل دفعه من الفرينه نمحرها مليح. الغريبيه نعرفوها يعني تحب مليح المحير هكاك باش تعرفي القوام نتاعها الحقيقي. خاطر قادره تخدعك تبان باللي راها دات كفايتها من الفرينه، بصح كي تعاودي تخدميها ويسخن السمن بين يديك تعاود تطرى. وهذا السبب نتاع كي تهبط لهم في الفور، راهم يخلطوا غير شويه تبان لهم بخلاص راه دات كفايتها من الفرينه. من بعد كي يحطوها في الفور تهبط، كي يسخن هذاك السمن تهبط لهم. ثم تبقاي تمحري مليح. شوفوا لهنا راني تيستيتها المره الاولى، راني لقيتها مازال تزق في اليد، مازال طريه. خدمتها وكي تيستيتها لقيتها طريه، تما مازال تحتاج الفرينه. ضفت لهنا الكاس الثالث. لهنا راه كملت الكاس الثالث، قبيل ضفت نصو ودوكا هاني كملته الكاس الثالث. شوفوا لهنا راه تبان لكم بلي مشقه وراه نشفت وخلاص، راه خلاص دات كفايتها. بصح من بعد كي تمحريها بقيت نمحر فيها لقيتها شوي طريه. زدت لها مغرف، تما دات لي 3 كيسان معمرين، كاس تاع 200 مليلتر. الكاس 3 كيسان معمرين ومغرف معمره، 3 كيسان ومغرف معمرين. اما بالميزان كديروا 125 غرام 125 غرام لكل من الزيت السمن والسكر، راح تديلكم 500 غرام بالضبط. 500 غرام فرينه كي تستعملوا فرينه السيم، يعني ديما راه تديري 500 غرام في فرينه السيم. نبقى نمحر. البنات كي تمحريها وما تطراش تبقى متماسكه في نفس الوقت طريه، ما تكونش ناشفه ياسر وفيها تشققات شويه برك تعودي تكوري فيها. ثم راه خلاص راه دات كفايتها من الفرينه. وكي تشكليها كرات تتشكل، وكي تضغطي عليها تتشقق في الاطراف هذيك، ثم راه الغريبيه نتاعك دات كفايتها من الفرينه. انا حاولت نفهمكم لانها اهم نقطه في الغريبيه هي ان كميه الفرينه هذه الاولى. من بعدها شوفوا مباشره ملي عرفتها خلاص دات كفايتها من الفرينه،
قلت لكم بالميزان دات لي 500 غرام، بديت نوزن مباشره، وزنتها 40 غرام. 40 غرام، وبديت نكور فيها كما راكم تشوفوا، نشكلها على شكل هرم، تكون طالعه شويه باه من بعد كي تتنفخ هذيك هي تولي لنا كره. نوزنها لهنا 40 غرام، كما تحبي ديريها 45 غرام. هذه الحبه يعني 40 غرام تجيكم سواسوا مع تنفخ هذيك هي قد قد. نضغط عليها المره الاولى شويه، من بعد نبدا نكور ونضغط، نكور ونضغط ونشكلها هرم. نشكل باقي الحبات كما راكم تشوفوا. وثاني سر البنات في الغريبيه انك كي تشكلي البلاطو تخليها تريح قبل ما تدخليها حوالي ربع ساعه. شفتوا كي شكلتهم لهنا، شوفوا واش بقى لي لهنا. راني شكلت هذا البلاطو الاول. اللي تحب عدد الحبات خرجت لي هذا البلاطو، وتزيدوا عليه هذيك زدت عليه 4 حبات وواحده صغيره. هذيك الكميه اللي بقات لي زدت 4 حبات وواحده صغيره. شوفوا لهنا في كي شكلتهم قلت لكم البنات في البلاطو خليتهم ربع ساعه. الفور البنات كي بديت نخلط ديجا، كي حطيت المكونات شعلت الفور على 200 درجه. وشوفوا الشباك وين راهو لتحت، شعلته على 200 درجه من تحت. ومن بعد وليت كي شكلت البلاطو نتاعي خليته ربع ساعه ثاني يريح مليح. ومجرد اني دخلت البلاطو للفور شعلت لها من الفوق، خليت نفس الدرجه 200 درجه وشعلت لها من الفوق. تما كان سخون ياسر، اكثر من 45 دقيقه هكا، 45 دقيقه وهو شاعل من تحت على اعلى درجه. انا دخلت البلاطو ولا شعلت له من الفوق، هاني شعلت من فوق، هي تشقت وطابت من الفوق. وانا نخليه نفسه، غير راني ما نحلش عليها اصلا، نولي نديرها ندور للتحت بنفس درجه الحراره باه تزرب حمار اللي راها طايبه، تسمى تزرب حمار اللي برك من تحت باه ما تيبسش وما تنشفش. هذه هي، فهمتوني؟ انا كي تخرج البنات انا ما نديرلهاش القرفه وندخلها طيب، نكره القرفه وهي محروقه. نشتي ندخلها نخرجها وهي سخونه، تخرجيها تغلي من الفور، حطي عليها القرفه دوك تحكم روحها. فهمتوا طريقه الطياب البنات؟ تشعلي الفور قبل ما تبداي تخدمي على 200 درجه من تحت. انتي تدخلي البلاطو نتاعك وانتي تطفي عليه من تحت وتشعلي عليه من فوق، ونفس درجه الحراره 200 درجه، او يكون بعيد ياسر خاطر راهي الشباك راهو لتحت. هي تطيب في غرضها وتتشقق، وتشوفوا كيفاش دات اللون ذهبي فاتح. وانا نولي نسكر عليها من الفوق ونشعل عليها من تحت باش تدي لي تحميره تحتانيه وصلات النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كيما هك راهي طابت، وهذا هو طيابها، وتجيك مشقه مبسه طريه ما شاء الله. الغريبيه كي تطول ياسر في الفور راح تصيش تيبس، فهمتوا؟ واللي تحب دير القرفه ثاني وتدخلها طيب كيما حبيتي. انا برك حبيت نشتيها يعني القرفه نتاعي ما نشتيش طعمها وهي محروقه، كي تخرج وهي سخونه نحطها تصاق تجي ما شاء الله. هذه هي وصفتنا النهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتعجبكم. مع السلامه.